جعل ننصب على السعودية كلها بالتصميم. وقفت على صورة الكابشر دزها. مع كل هرطقة جديدة راتقة سديدة. مثل ما وعدكم نبي نفضح طرق الاحتيال في بيع السيارات، وأول ما بتسمعون الآن طبعا من أصواتهم. طرق المحتالين في إيش؟ في نقل الملكية. خلوكم معنا. السلام عليكم شباب جماعة السيارات واللوحات، جبت لكم طريقة نقل الملكية وأتمنى الكل من الصوت هذا يفهم علي تمام، وما حد يرسل لي خاص لأنه راح أوضح كل شيء بالصوت هذا. تمام شباب، هسه بعث لكم الرسالة على المجموعة وتشتغلون على صيغة الرسالة. تمام، يجيك زبون سيارة اشترى منك السيارة، تقول له خدمة تفويض بأبشر التغت وصارت مبايعة عن طريق المرور، تمام، أو صارت نقل الملكية عن طريق المرور. تجيك الرسالة بنقل الملكية ويجيك الحساب في الرسالة. تمام، تعتمد المبلغ، تحول المبلغ، بعد ما تحول المبلغ يتم نقل الملكية على اسمك تلقائيا. تمام، وهسه بعث لكم الرسالة تشوفون شلون شكلها. ماشي شباب، واللوحة كذلك الأمر نفس الشيء. تمام أخوتي، يعني جاك زبون يقول لك أريد نقل ملكية عشان أحول، قل له تمام ما في مشكلة، في شيء أبشر اسمها ضمان الطرفين. تمام، توصلك الرسالة فيها رقم الحساب. تمام، تحول من اسمك على هذا الحساب، بعد ما تحول المبلغ يتم اعتماد النقل الملكية مباشر على اسمك. هيش تتفق مع زبون. المحتال كيف يقنعك بعدم زيارة المعرض؟ اللي من الرياض او من القصيم لا يبعثوا على الموقع هذا لانه قريبه عليهم اثنيناتهم، يبعثها على تبوك، واللي يقول لك انا من قريب من تبوك ابعثوا لي. يلا اخوتي ناموا عليهم. قاعد نصمم كل شيء يا ربي، كل شيء الله خلقه قاعد نصمم. ووقفت على هاي، قاعد ننصب على السعودية كلها بالتصميم. وقفت على صورة الكابشر دزها. أبيك تعرف كيف ينقلونك من محتال إلى محتال آخر. يعني يجيك محتال كأنه بائع، والثاني كأنه معرض. شوف كيف تنتقل بسيناريو معين، ويتم خداع بعض الناس بهذه الطريقة. لاحظ. بالنسبة للشباب اللي زاد اليوم هواية شغل اللوحات، زاد موجود لوحات، نعطيهم لوحات يعني شو تريدون من وإلى. وبي نقطة معينة يا شباب، أنت يوم من ناشر السيارة أنا منطيك سيارة من عندي، لا تطلب مني لا استمارة ولا فيديو ولا فحص ولا أي شيء. أنا صاحب معرض، أنا خلص مع زبون. أنت صاحب سيارة اليوم مالك، أنت موكل معرض فيها، يجي زبونك شريد زبونك أنا نطيه من الاستمارة الفحص الدوري وموجز وشريد، وإن شاء الله ما يكون لخاطره طيب. المحتال يزور طبعا للمحتال الآخر، يعطيه طبعا بينهم تعاون، يزور له كل ما يبي، عقد، فحص، تقرير. اسمع. اخواني، اللي يحول او اللي ينشر سيارة اذا عنده الاستمارة يزتها علي، تمام، مشان نزين لها عقد، نزين لها فحص، تقرير، يعني بس يجي الزبون نكون جاهزين، لانه مو سهل، يعني عرفت شلون، يحتاج وقت وبس تأخرنا على الزبون مو صالحنا. طبعا هم مجهزين لك أنت الضحية من الألف إلى الياء عشان بس تثق فيهم. اسمع الكلام الجاي. المعارض هاي سجل تجاري موجود، سند، عقد مبايعة موجود، أختام موجودة، لوجو موجود، اللهم صل على سيدنا محمد، كل شيء من ألفها لياها. تمام، الزبون بس يقول لك أعطيني رسل لي موقع المعرض، قل له هذا رقم راعي المعرض، كلمة وتمم معه، وبس جاني بإذن الله، بإذن الله ما يطلع من عندي إلا محول، عقب التوفيق من عند رب العالمين طبعا. شفت الكلام؟ لا، ويشوف انه توفيق من رب العالمين، ما يدري انه داخل في المهالك يوم الدين. السلام عليكم يا شباب، شلونكم اخباركم يا شباب؟ الشاب ابو عبد الله معانا منجز سيارات، تزوير، استمارات، فحص دوري، كل شيء يخص السيارات تكلمونه. تمام، بس قولوا من طرف ابو عمر. السلام عليكم شباب، اخوكم ابو عبد الله.
بإذن الله بإذن الله. بالنسبة لأمور التزوير، اللي يحتاج يزور استمارة، يزور بطاقة، أي شيء يحتاجه عشان التزوير يكلمني، ما أقصر معه بإذن الله. فحص، تقرير موجز، أي شيء بإذن الله. الأمور كلها طيبة، ولكن الصبر زين. شغل التزوير ما هو سهل يعني. بدك أشتغل لك على الماشي أشتغل تمام، وبدك شغل دقة بده الواحد يتمهل. بالنهاية أنا عم أشتغل على جوال مو على اللابتوب تمام، ولكن بإذن الله أفيدكم لأبعد الحدود. تمام كلير. المحتال يبي ينصح المحتالين نصيحة لوجه الله، خلونا نسمع نصيحة لوجه الله هذه. السلام عليكم. شلونكم يا شباب؟ أخباركم؟ طمنونكم يا شباب. أنا أريد أنصحكم نصيحة لوجه الله. هذا شغل والله يرزق الكل، ولكن والله نصيحة أخ لأخوته. ما لكم إلا اللوحات تشتغلون عليهن، أربح وأسهل، وأتكم أخوكم أبو عبد الله وكحيلة تمام، وأنا قاعد ذاك الواحد فوقهم. تجهزون شغلكم وتبعثون عليهم على المعرض ويخلصوا لكم إياها، ومبالغة طيبة يعني بالعربي أنتم تستفادون. طبعا ما في معرض، كله اتصالات، ولا الضحية يثق بالتحويلات هذه. خلاص أنا أعطيك رقم المعرض، تفهم، يرسل له صورة عقد السجل التجاري مضروب، أو أنه حق شخص آخر لاعبين عليه واخذين منه صورة السجل التجاري وهم كلهم برا. اسمع، يقول لك السيارات جاهزة، يقول لك السيارات جاهزة اللي ياخذون معلوماتها من البائع الحقيقي. طبعا البائع الحقيقي يعرض سيارته فرضا في حراج في أي مكان، يعرضها وينزل صورها. هم يقولوا له ارسل لنا صورة الاستمارة، ارسل لنا كذا، ارسل لنا كذا، فيصير عندهم كل المعلومات مع صورة السيارة مع كل شيء، ويقومون يرسلونها لك أنت كضحية، يعلنون عنها في مكان ثاني. فطبعا على أنهم زباين يجون للبائع الحقيقي على أنه زبون، بعدين هو يعرضها كبائع كأنها له. اسمعوا الكلام. وبالنسبة للسيارات قلت لكم عندنا استمارات جازت، من يجي زبون مثلا إذا عندك تريد سيارة تريد تنشرها بس تنزل إعلانك، من يجي زبون جاهز ايش يطلب ابشر. طبعا هنا نبيكم تحذرون من شيء حقت وكلاء التفويض اللي تيجي أحيانا، الحين أطلع لكم صورتها في بيع السيارات. لاحظ تشوف كلامه وبعدين أبى أوريكم الصورة. وأضيف لكم زاد شغلة على أبو هاجة، الوكالة قمنا نحط بها حساب الضامن بالوكالة. الزبون من تجي الوكالة ويشيك على الوكالة يلاقي حساب الضامن بالوكالة. طبعا أعطيتكم صورة مقربة لما يحدث ويدار في هذه المواضيع، لكن في الختام لا تنسون نشر هذا المقطع على أوسع نطاق، لأن هناك حلقات عن القروض كيف يتحايلون فيها، عن الاستقدام، العاملات المنزلية، كثيرة بالصوت والصورة لبعض المقاطع أو صور الوثائق. وأيضا اللي ما أبيكم تنسونه وطلب مني لكم، وطلب أكيد، قناة النقطة المظلمة في اليوتيوب أطلب من كل واحد يدخل يصلح فيها اشتراك وينشر ما فيها، لأن فيها أيضا من الصوتيات اللي تفضح كثير من أعمالهم الإجرامية. فطلب مني لكم الدخول لهذه القناة، لأن أصحاب قناة النقطة المظلمة يعملون بجهد كبير لفضح مثل هؤلاء، بل يستقبلون اتصالات بعض الضحايا ويدلونهم على الطرق الصحيحة لكي ينجون من بعض ويلحقون بعض الأمور، مثل تقفيل سجلات تجارية، تقفيل حسابات قد استغلت، أو كثير عندهم من المعلومات. وبإذن الله نبي نوافيكم في طريقة التواصل معهم عن طريق التليجرام، وصلوها لعلها تصل.